كفاية حزن بقى، وكفاية وجع، وكفاية ألم، كفاية صبر على علاقات مؤذية كتير، كفاية ان احنا نستحمل الأذى اللي بيجيلنا من غيرنا والكلمة الصعبة، كفاية ان احنا بنيجي على نفسنا وبنستحمل حاجات يمكن محدش يقدر يستحملها. قد ايه احنا بنصبر، وقد ايه بنستحمل أثر اللي الناس بتعمله فينا. الأثر ده احنا مش بنشوفه دلوقتي كده بوضوح، لكن بيبان على نفسنا وعلى صحتنا مع المدى الطويل والمدى البعيد. لأن كتير مننا بيبقى حساس للكلمة، الكلمة اللي بتطلع من الشخص اللي قدامك بتأذيك حرفيا، بتوجعك، بتاكل في جسمك وبتنهشك. اللي قدامك مش بيبقى شايف ده ولا حاسه، اللي قدامك بيطلع الكلمة عاملة زي السم ومش فارق معاه هو ايه تأثيرها عليك، لأن انت شخصيا ما تفرقش معاه. هو كل اللي يفرق معاه ان هو يوجعك، ان هو يكسرك، ان هو يقلل منك. لكن الحقيقة انه مش كلنا بناخد الكلام علينا بنفس التأثير. في ناس بتستحمل الكلمة وبترد الكلمة ب10، وفي ناس ما بتاخدش الكلام أصلا عليها ولا بيفرق معاها ولا له تأثير على حياتها. وفي ناس تانية كل كلمة بتتقالها بتقعد تفكر فيها، بيبقى عامل زي شريط سينما بتراجعه كل يوم، وده تأثيره على نفسيتها رهيب وصعب. من ضمن الحاجات دي صديقة ليا، مفيش موقف، مفيش كلمة، مفيش حاجة حصلت لها في حياتها إلا لما بتفتكرها وبتأثر فيها. ونتيجة ده النهاردة إن هي عمالة بتعاني من أمراض وتعب نفسي غير طبيعي، لدرجة إن هي من كتر الدموع اللي هي بتبكيها، من كتر الحزن والأفكار اللي كل يوم بتراودها نتيجة الناس اللي أذتها والناس اللي وجعتها في حياتها، كل يوم بتبكي بدموع، كل يوم في حالة انهيار، كل يوم في حالة تعب نفسي، وحالتها بتسوء أكتر من الأول. الدكتور قال لها كده بالحرف: لو فضلتي بالطريقة دي انت هتأذي نفسك بنفسك، لو فضلتي بالطريقة دي اوعدك ان في فترة قليلة انت هتفقدي نظرك. تخيلوا وصلت لأي درجة. تخيلوا ان هي عارفة انها في اي لحظة ممكن فعلا تفقد نظرها، لان نتيجة الدموع الكتير والعياط الكتير كونت طبقة او قشرة على العين أثرت عليها وأثرت على نظرها، وبقى يضعف شوية بشوية، لدرجة إن الدكتور قال لها لو ما حسنتيش نفسيتك وبطلتي تعيطي، لأن الدموع غلط عليكي، إنك تفضلي تعيطي وتفضلي تبكي باستمرار، ده غلط عليكي، ده هيوصلك للعمى، مش هتشوفي. هي عارفة إن ده ممكن يوصلها لكده، ومع ذلك مش قادرة توقف عياط. متخيلين مدى الجرح، مدى الحزن، مدى الوجع اللي الناس وصلتها ليه؟ متخيلين الكلمة اللي بتطلع مننا قد ايه بتأثر بشكل سلبي على اللي قدامنا وبتجرحه وبتوجعه؟ اللي بيأذي بيطلع الكلمة ما بتفرقش معاه رايحة فين وجاية منين، ولا بيفرق مع الشخص نفسه، وما بيعرفش مدى تأثير الكلمة دي على الشخص اللي قدامه. بس الكلمة دي قادرة انها تخلي بني آدم ما ينامش لا ليل ولا نهار. الكلمة دي قادرة انها تخلي بني آدم يفقد ثقته في نفسه وثقته في اللي حواليه. الكلمة دي قادرة انها تخلي بني آدم ينهار ويدخل في حالة اكتئاب، ويدخل في مرحلة من العلاج النفسي اللي مش عارف اخرتها ايه ونهايتها ايه. ليه بتعملوا في الناس كده؟ ليه مش كل واحد يفكر ان هو يعامل اللي قدامه زي ما يحب يتعامل، يقدم للي قدامه الحلو زي ما هو نفسه ياخد من اللي قدامه الحلو؟ ليه طول الوقت بنيجي على نفسنا وبنجرح اللي حوالينا وبنوجع اكتر الناس قريبة لينا واكتر الناس حبتنا واكتر الناس كانت بتدينا من وقتها ومن حبها ومن حياتها؟ انتوا ازاي بني ادمين وازاي قادرين ان انتوا تعيشوا وتكملوا حياتكم عادي وانتوا عارفين ان انتوا جارحين وواجعين ناس تانية ما بتعرفش تنام، واجعين ناس تانية عمالة تفكر ليل نهار انا كنت استاهل اللي كان بيتعمل فيا وليه بيتعمل فيا كده؟ انت تقدر تقاوم التجربة اللي انت بتمر فيها، لان تأثيرها عليك غير تأثيرها على غيرك، لكن في ناس حساسة. ما تستهونوش بالناس الحساسة اللي بتتوجع وبتتأثر من اقل كلمة. قيسوا الكلام ده على نفسكم. ما تبقاش بتجرح اللي قدامك بسكينة تلمة وبتقلمه وتقول هو انا عملت ايه، ده كانت حتة كلمة قلتها كده في حوار. لا، حاسب على الكلمة اللي بتطلع من بقك، لان اللي عادي عندك مش عادي عند غيرك، واللي ممكن ما يوجعكش ممكن يوجع ويألم غيرك. فكروا في بعض، ما تبقوش انانيين، ما يبقاش كل واحد عايز ياخد بنته ويكسبه على حساب غيره، وانت ما انتش عارف ايه تأثير الكلمة على غيرك، وقد ايه بتوجعه، وقد ايه بتألمه، وقد ايه بيعاني بسببك.
يا ريت كل واحد فينا كده يصحي الضمير الميت اللي جواه، وقبل ما يحط راسه على المخدة وقبل ما ينام يفتكر انها ممكن تكون اخر ليلة ليه، ويراجع نفسه يقول يا رب انا عملت ايه النهاردة في يومي؟ هو انا اذيت مين؟ هو انا جيت على مين؟ انا ما كنتش اقصد، سامحني. او حتى يفكر يكلم الناس اللي جرحها والناس اللي اذاها ويقول لهم حقكم عليا، انا جيت عليكم في كذا وكذا وكذا. قد ايه دي ممكن تبرد نار ناس كتير اتوجعت وماهاش عارفة هي عملت ايه اللي قدامها غير انها قدمت وحبت من قلبها. ارحموا الناس عشان الناس ترحمكم، وعشان تلاقوا اللي يرحمكم في يوم من الايام. احنا مش دايمين في الدنيا دي، كلنا في قلب رحلة قصيرة مش عارفين هتنتهي امتى. فكر في الكلام ده كويس قوي قبل ما تستقوي على غيرك وتيجي على غيرك وتظلم غيرك. ربنا معاكم ويفوقكم ويفوقنا معاكم.